مساء الخير، مساء الجمال من قناة الصحة والجمال. أعزائي المشاهدين، النهاردة معانا حلقة جديدة ومختلفة. أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم كلام كتير، اللي دايما هنقول لكم فيه النهاردة كلام مهم وكبير. حلقتنا النهاردة هنتكلم فيها عن طب التجميلي، ومعانا ومعاكم مديرة مركز نهى كلينيك الدكتور نهى عطارد اللي مشرفاني النهاردة. اسمحوا لي أرحب بيها. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا بيكي. منوروني. الله يخليكي، انا متشرفه اني معاكم النهارده. ميرسي، ربنا يخليك يا دكتور. طبيعي ما فيش ست ما بتحلمش انها تكون جميله، وبمعنى اصح ما فيش ست وحشه. هو في ست بتظهر جمالها، بتعرف تظهر جمالها، بتروح المكان الصح اللي بتظهر فيه جمالها. ممكن من عوامل الجو، الضغوط الحياه، الاكل الغير صحي برضو ممكن ان يأثر على بشرتها. البشرة هي مراية الجسم، بنقدر نحدد منها إن كان الإنسان بيشرب مية، إن كان بينام كويس، الأكل كله بيظهر على وشنا عموما، سواء فاكهة سواء فيتامين. هنتكلم النهاردة مع دكتورتي اللي مشرفاني، وهنبدأ بالتقشير. يا دكتور، عرفينا الأول إيه هو التقشير؟ بصي، التقشير هو عباره عن ازاله الطبقه الخارجيه من الجلد بكل اللي فيها بقى من مشاكل، علشان نسمح للطبقه اللي تحتها انها تبتدي تتنفس وتبتدي تدي نضاره اكتر للوش وتبتدي تدي تجانس اكتر في اللون. تمام، انا عايزه بس اسالك الاول على حاجه، ايه رايك فيا؟ تلميذه شاطره انتي واسمع ما شاء الله، الكلام. اولا انتي بسم الله ما شاء الله عليكي زي القمر. حبيبتي انتي جيتي لي حلوه لا، وخرجتي من عندي نعرف اجمل. الناس الاول. يا جماعه، انا طبيعي انا من سنه ونص تقريبا رحت عند الدكتور، كان عندي اثر حبي شباب، كنت راجعه من المصيف تقريبا، كنت وشي غامق جدا، ورحت عملت كام جلسه تقشير عند الدكتور نهى، وكانت مفتحاني اكتر من كده عشان كنا من سنه ونص تقريبا لا بس ما كانتش المشاكل عندك كتير اصلا، وبعدين انت تابعتي صح والتزمتي بالمواعيد اللي كنت بديها لك، اديتك ادويه مشيتي عليها بالطريقه المظبوطه. كل ده بيفرق قوي في التحسن بتاع الحاله، وكل ده بيفرق انك تاخدي النتيجه اللي ترضيكي ويستمر مفعولها معاكي. طيب، عايزين نعرف بقى الساده المشاهدين يا دكتور، التقشير انواعه هو نوع واحد ولا انواع، وبيعمل ايه بالظبط في البشره؟ لا، هو التقشير انواع كتير وله وسائل كتير يتعمل بيها كمان. في انواع، في تقشير مائي، في تقشير بالاجهزه، في تقشير علاجي، في تقشير كيميائي، على حسب كل وش بيحتاج نوع التقشير اللي يعالجه، وكل تقشير له مميزاته وله عيوبه. يعني البشرة الدهنية ليها تقشير معين غير الجافة غير طبعا المختلطة العادية؟ طبعا، دي ليها مواد ودي ليها مواد، دي تتعاملي معاها بطريقة ودي تتعاملي معاها بطريقة عشان توصلي في النهاية لنفس النتيجة، ان الوش يبقى صافي، يبقى نضر، يبقى فاتح. طبعا لو استخدمنا تقشير غلط بتكون نتيجته التهابات المفعول عكسي البشرة على طول. تمام. طب بشوف ناس كتير يا دكتور عندها نمش في وشها، النمش ده ممكن يتعالج بالكريمات او بأدوية، ولا لازم التقشير او ليزر؟ هقول لحضرتك، هو النمش على حسب. اولا، هو نمش طلع لها بقاله مده قد ايه؟ تمام. عميق ولا يا دوبك لسه سطحي؟ عندها كام سنه؟ طلع نتيجه ايه؟ اتعرضت للشمس مثلا من غير ما تكون حاطه واقي الشمس مظبوط، نزلت البسين، عوامل الجو، هي وشها فاتح قوي فبيولد النمش ده. احيانا بيبقى فيه عامل شويه وراثي كمان في النمش، وفي بعض النمش ما بيبقاش نمش قوي، بيبقى حسنات اكتر من انه نمش، يعني بيبقى خلاص حتى لو بدات في صوره نمش او بقعه صغيره بني بتبقى فاتح كده، تروح قلبه لون اغمق شويه، دي بتبقى حسنه. مش دي بتبقى تصبغات الجلد يا دي دكتور؟ تصبغات، كلها تصبغات. ما هو النمش نفسه نوع من انواع التصبغات، اللي يعني صبغه الجلد جت اتجمعت في النقطه دي وعملت الحته بتاعت النمش. يعني النمش الطبيعي بيتعالج بالتقشير؟ له علاجات كتير بقى طبعا. ممكن يتعالج بالتقشير اللي بالمواد، وممكن احيانا نلجا للاجهزه. بس انا دايما بحب اتعامل بالمواد. لكن الحسنات دي ملهاش اي حل غير الليزر؟ ليها ليزر وليها دراع معينه كمان في الليزر، مش اي حاجه، مش اي سيستم في الليزر. وبرضو انا بيبقى رايي ان اللي عندها حسنه ما تحاولش تشيلها، لان لو ما هياش حسنه بارزه وكبيره، لما هتيجي تشيلها ممكن تسيب مكانها علامه صغيره. تمام. فدايما اللي عندها حسنه دي نقول لها تصاحبي عليها. ايوه، تبقى جمال يعني الحسنات اللي هي عملتها في الدنيا. طب يا دكتور، غالبا بتكون البشره الدهنيه اكتر عرضه للحبوب؟ طبعا، يعني بتبقى اكتر من العاديه والمختلطه، مظبوط؟
ماشي، وممكن المختلطه برضو، يعني هي حسب نوع الحبايه. الحقيقه البشره الدهنيه طبعا اكتر عرضه للحبوب، وبالذات الحبوب اللي هي فيها دهون كتير، اللي هي بنسميها بايجينيك انفكشنز. هي دي الحبايه بتبقى الحبوب كبيره، وبتبقى لما بتيجي تروح احيانا تسيب مكانها علامات، حاجات زي كده. احنا بشوف برضو فعلا بيكون في حفر بتبقى في وش البنات او الشباب، بتبقى الحفر بتكون عميقه. دي التقشير بيعالجها يا دكتور، ولا ايه السبب الاول وبعد كده نتكلم عن التقشير؟ الحفر دي بتبقى قصه تانية. اولا الحفر دي ما بتطلعش في يوم وليله. تمام. دي بتبقى لها كذا سبب. اولا لازم يكون في عامل شويه وراثي عشان يبقى طبيعه الجلد بتاع الشخص ده عنده استعداد يعمل حفر. تمام. ده نمره واحد. نمره اتنين، بيبقى الشاب او الشابه دي اكتر سبب بنشوفه يعني ان هي طلعت لها الحبايه، طلعت في صوره بايجينيك انفكشن زي ما كنت بقول لك، اللي هي حبايه كبيره كده وتبقى معبيه كده، وراحت لعبه فيها، هرشتها، عورتها، حاولت هي تعالجها مع نفسها باي وسيله تانية غير الوسائل الصحيحه، مش مثلا لجأت لحد متخصص او كده، او حطت حاجه ماده كاويه زي الليمون او احماض او بالظبط، حاجه، او راحت اجتهدت مع نفسها، وبتبقى النتيجه طبعا انه الحفره بتبقى موجوده. ممكن يبقى واحده جالها في يوم من الايام جدري وراح سايب علامه حفره موجوده، حسب يعني مش شرط الحبوب بس اللي لا، هي الحفره بتبقى زي حته صغيره من الجلد متليفه، بتبقى نتيجه بقى السكراتش اللي حصل في الحبايه ديت، ما بيعرفش الجلد يلم نفسه او يخف بشكل مظبوط بعد كده وناعم. تمام. احنا معانا صور، هننزل صوره، الاستاذ محمد ينزل لنا صوره عن التقشير. الصوره دي يا دكتور بقى يعني علق لنا عليها، دي كان خدت وقت قد ايه؟ هقول لحضرتك، دي بتتعالج عندنا في العياده. الحقيقه البنت دي هي اولا زي القمر، بس هي عندها كانت جايه بمشكله الحفر اللي انت شايفاها دي، كانت مبوظه جمالها خالص. هي ما شاء الله يعني النتيجه مرضيه جدا. دي هي رائعه، بس هي مشيت بقى فتره طويله. علاج الحاجات دي استخدمنا معاها البلازما، وحقناها بطريقه معينه مع التقشير طبعا، تقشير بمواد معينه، مش اي مواد تقشير، وبسيستم معين. وعلى فكره كان بيبقى سيستم قاسي جدا، وهي الحقيقه كانت متعاونه برضو يعني. مشينا بقى لها كام شهر، 5-6 شهور معانا. طب الصوره دي نتيجه نهائيه ولا لسه مستمره في العلاج؟ هي مستمره، حاجات مينتنس بقى، مستمره انها بتحاول تحافظ علشان ما فيش اي حاجه. الحفر صعب انها ترجع تاني بعد ما راحت، بس هي بتحافظ على شكلها وبتديله نضاره اكتر وتحسن اكبر. طيب يا دكتور، عايزين برضو نعرف المسام الواسعه. التقشير برضو بيقدر ان هو يقفل المسام شويه، ولا المسام بدل وسعت ما بترجعش تضيق تاني؟ هو المسام الواسعه يعني ممكن اقول لك الاول ايه بس اللي بيخلي المسام توسع. تمام. ممكن تكون البشره دي دهنيه جدا، وهي طبعا صاحبه البشره الدهنيه دي ما بتحطش اي حاجات واقيه من الشمس، تقول لك لما بحطه بيروح مزيت لي وشي زياده. ماشي، هو هيزيت لك وشك زياده وانت في الشارع، بس هيحمي لك الجلد من انه المسام دي الواسعه تيجي تلم اتربه وتعمل مشاكل وتفضل تعبي لك دهون، بعد كده تعمل لك حبوب تحت الجلد. يعني المسام الواسعه هي قصه مزعجه شويه الحقيقه، بس لما بتتعالج بالتقشير واحيانا بنستخدم معاه البلازما بتنتهي تماما. بتنعم، ممكن تنعم خالص يعني. احنا معانا صوره برضو للمسام الواسعه، ننزلها، نسمح للكنترول بقى. دي يا دكتور بقى خدت برضو وقت قد ايه علشان توصل للنتيجه دي؟ مش اقل من 4 شهور عشان توصلي لنتيجه نهائيه كده، مش اقل من 4 شهور. والنتيجه دي برضو النهائيه طبعا هي ما شاء الله. بس هي كانت جايه لعبه في وشها بحاجات كمان. يعني هي كانت عامله جلسات تانية مع نفسها بطريقه مش مظبوطه، وهو ده اللي وصلها لان المسام توسع كده. لما بيكون الحاجه، لما بتكون المشكله انديوسد، يعني لما بيكون المشكله هي عملت مشكله في نفسها وجت عشان تعالجها، غير لما بيكون المشكله دي طبيعه جلدها. لما بتكون طبيعه الجلد بتبقى عنيده شويه في علاجها الحقيقه. انما ممكن من الكريمات يا دكتور او الميك اب عموما؟ ممكن طبعا ميك اب منتهي الصلاحيه، ميك اب بمواد مش مناسبه لجلدها. تمام. الفتره بقى دي سمعنا كتير قوي عن الفيلر والبوتوكس، عايزين نعرف بقى ايه الفرق ما بينهم؟ الفيلر والبوتوكس دول تقدم علمي مفيش حاجه بتجاريه، مفيش حاجه ممكن تتفوق عليه. طيب. هو
عايز تعرفي الفرق بينهم. الاستخدام ده ايه واستخدام ايه؟ يعني استخدام الفيلر بيستخدموا في ايه، والبوتوكس برضو بيستخدم في ايه؟ تمام. البوتوكس ده عباره عن ماده حيه، ده زي مضاد حيوي كده، ماده حيه بوتيلاينم توكسين تايب ايه، ده بيتحقن جوه العضلات، تمام. بيشتغل على العضله، بيخليها ترتخي، بيمنع الاشاره انها توصل لها، مش بيشلها ولا حاجه، هو بس بيخلي الاشاره ما توصلش من العصب للعضله. فبالتالي تمام. العضله لما بتحاولي ان انت يعني تكشري، ما بتعرفيش تكشري، ما بتنقبضش، تمام. فتفضل مفروده. مم. ده طبعا كتر الفرد بتاعها او طول ما هي مفروده كده، ده ما بيخليش الجلد تظهر عليه التجاعيد التعبيريه، يعني تيجي تكشري تلاقي نفسك ما عندكيش قوي التكشيره، وحتى لو كشرتي تيجي تتفرد تاني العضله ما تسيبش علامه في الجلد زي حفره كده مكان التجاعيد بتاعتك. طب احنا معانا اتصال. ناهد. الو. الو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، ازي حضرتك؟ ازيك يا استاذه؟ اخبار حضرتك ايه؟ بخير الحمد لله. انا بحب البرنامج بتاع حضرتك جدا، بتجيبي فيه ناس فعلا قيمه وبتدينا معلومات مهمه. حبيبتي ربنا يخليكي يا رب. في استفسار اه للدكتور؟ يا ريت بعد اذنك. اتفضلي الدكتور معاكي. دكتوره نهى، ازي حضرتك؟ الحمد لله، اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. والله معلش يا دكتور، كنت حابه بس استفسر عن حاجه في شعري، ورحت بسببها يعني لكذا دكتور ومفيش حل. تمام، مفيش في حل. اي مشكله؟ بس ماشي. وضحي شويه يا حضرتك استاذه. الو. ايوه سامعه حضرتك، عندك ايه مشكله في شعرك؟ بقول لحضرتك انا شعري بالنسبه لي، طبعا انا بخرج بشعري فبيبقى فيه قشره باستمرار. رحت لكذا دكتور كتب لي على انواع شامبو غاليه وكلها ماركات عالميه. تمام. فجبتها وبحاول ان انا امشي عليها بقالي فتره على الكلام ده، وبرده مفيش اي نتيجه. ممكن يعني القشره تخف شويه وبعد كده ترجع تاني. فدي بالنسبه لي يعني كمان لما بتخف ممكن ما بتكملش اسبوع والاقيها تاني موجوده في فروه الشعر. تمام. الدكتور هترد على حضرتك. الدكتور هترد على حضرتك يا فندم. اتفضلي يا دكتور. بصي حضرتك، دلوقتي في بعض الناس عندهم حاجه اسمها حاجه مرض جلدي، يعني مش حاجه خطيره يعني، اسمه سيبوريك ديرماتيتس. ده بيبقى مصحوب كتير قوي من الاوقات بقشره للشعر، لما بتكون عنيده كده مش بترضى تروح بسهوله. دي بنحتاج لها علاجات شويه، تكون حاجات مضاد فطريات، مع يعني لو هي عندها قشور في اي مكان تاني في جسمها مش بس في شعرها، يبقى لازم تبتدي تستخدم على جلدها حاجات الانتي فانجل الموضعيه. لو الحاله عدت بقى لازم تتشاف طبعا، ونبتدي نديها اقراص كمان لو احتاجنا. مع في بعض الشامبوهات دلوقتي نازله بتبقى متخصصه قوي في حته ازاله القشره من الشعر دي. تمام. بس طبعا لازم الدكتور اللي تروح له ينبه عليها ان هي ممنوع منعا باتا تستخدم حمامات الكريم، اي حاجه زي الزيوت طبعا. بس بتنشف الشعر قوي يا دكتور. ما هو بصي، علاج القشره ان الشعر ينشف شويه فعلا، لازم علاجات القشره دايما تنشف الشعر شويه. بس هي بتقول مش محجبه، طب هتخرج ازاي ما وشعرها هي اكيد بتستخدم الشامبو شويه، تبتدي تلاقي ان هو هيبدا يتحسن، تروح مبطلاه او سحباه، طب ممكن تحط او على تحط الأطراف. معاه حمام كريم تروح مضيعه مفعوله. طب على الاطراف بس، يعني اطراف شعرها ممكن تحط حمام كريم ترطب بسيط. مش في المرحله الاولى صدقيني. طيب. لو استخدمته في المرحله الاولى مش هيديها المفعول اللي هي عايزاه، لازم تنتهي القشره تماما. وعلى فكره في بعض الجلسات الحقن دلوقتي بتحسن القشره دي جدا جدا، يعني هي لو حقنت لها كام جلسه ميزوثيرابي هتلاقي الموضوع اتحسن جدا. يرجع بقى يا دكتور، خلصنا قلنا البوتوكس، هنقول بقى الفيلر. الفيلر استخداماته بقى وايه هو تمام. الفيلر من اسمه هو توفيل ان، يعني هو بيملى المنطقه. بتبقى مكان مثلا ربنا بيبقى حاطط الدهون في وشنا بطريقه معينه، بانسيابيه معينه، بيجي المكان دوت مع تقدم السن يبدا الدهون تفضي منه. تمام. تقدم السن، لون الجلد، احيانا الناس البيض قوي التجاعيد دي بتظهر لهم اسرع من السمر. في كذا عامل بيخلي الدهون دي تبتدي تفضي. المفروض ان احنا دكتور معلش كلامك، برضه البشره الدهنيه التجاعيد فيها بتكون اقل من البشره العاديه. طبعا مظبوط. طبعا البشره الجافه اكتر بشره عرضه للتجاعيد. والبيضه تمام بتبقى عرضه للتجاعيد اسرع بكتير من البشرات الغامقه، او يعني البشرات اللي هي زي جينيفر لوبيز والناس دي صعبه قوي تجعد يعني. طب احنا معانا اتصال برضو، احمد من القاهره.
الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا بيك يا فندم، ازيك يا استاذه فايزه؟ اهلا بحضرتك يا فندم. الله اتفضل. يكرمك. كان عندي سؤال والله للدكتوره لو تكرمتي. اتفضل يا فندم، مع حضرتك الدكتور. السلام عليكم يا دكتوره، اخبار حضرتك؟ الحمد لله، اهلا بحضرتك. الله يكرمك. والله يا دكتوره انا عندي مشكله صلع من حوالي 7-6 سنين كده، فهل في ممكن علاج للحاله دي ولا لا؟ مشكلة ايه يا فندم؟ مشكلة ايه؟ صلع صلع. يعني زي تساقط شعر من حوالي 6 سنين كده. طب في وراثة يا فندم ولا لسه ولا لا حضرتك لا، بس؟ مفيش وراثه والله، مفيش وراثه. الوالد واخواتي كله كامل يعني. ولا خالك ولا مش مام؟ حد من لا العيلة لا لا، خالص؟ مفيش ولا خالي ولا اي حد يا فندم. ولا حد من اخواتك ظهرت عنده تساقط لا والله لا والله يا يبقى هو فندم. الحصر يا فندم. ماشي يا فندم، يبقى الدكتور هو- هترد على حضرتك. شكرا على اتصالك. طبعا لازم بيتبص على فروة راسه كويس، هل هي فيها اي حاجه بتؤدي الى تساقط الشعر ده؟ هل فيها قشره جامده مثلا هو مش واخد باله؟ هل بيستخدم لها شامبوهات او حاجات مش متناسبه مع البصيلات بتاعته مع فروه راسه؟ في عادات كتير قوي على فكره بتوقع الشعر حتى لو مفيش عامل وراثي. تمام. تمام. بس عشان يقول صلع يعني معنى كده انه لازم نشوفه، لانه الصلع بيبقى له منظر معين كده احنا بنعرفه على طول، في كذا شكل وكذا صورة للصلع. بس هو بيقول لك 6 سنين. ده بقاله 6 سنين شعره آه. بيقع. طب هل ما بيطلعش بداله؟ لا بيقول لك صلع يعني شعره بيفضى. طيب ما هو ده اكيد في جين وراثي عشان تمام. نقول شعره بيفضى خالص كده 6 سنين لازم يلحق نفسه ويعالج. على تمام. فكرة لما بيتعالج بدري كده بيتلحق دلوقتي غير زمان. دلوقتي في أدوية مخصصة للعلاج الحالات دي وبتجيب نتائج ممتازة. تمام. وكمان لما بنستخدم معاها احيانا البلازما في بعض الحالات، خصوصا لما مفيش عامل وراثي هو عارفه قوي في العيله، يعني احيانا بتدي نتائج ممتازه، يعني بتفرق معانا قوي. ما شاء الله يا دكتور، الاتصالات ورا بعض معانا. معانا دينا. الو. الو. اي يا فندم. الو. الو. ايوه استاذه فايزه، ازي حضرتك؟ مع حضرتك يا فندم، بخير الحمد لله. اتفضلي. والله ممكن اكلم الدكتور؟ مع حضرتك الدكتور. اتفضلي. ازي حضرتك يا دكتور مها؟ الحمد لله. اهلا، ازيك انتي؟ والله كنت حابه اسال على، انا عندي بشرتي جافه شويه وفيها تقى بعض المشاكل. تمام. مشاكل زي ايه؟ تقى ملتهبه. ملتهبه. إيه اللي بشرتها ملتهبه، هي جافه وملتهبه باستمرار على طول. اه. طيب انتي بتنزلي الشارع دايما حاطه لها واقي شمس مناسب، ولا بتتعرضي للشمس عادي مع نفسك كده؟ انا بتعرض للشمس فعلا، وكنت بحط كريم لتفتيح البشره فيعمل لي التهابات لا ده في البشره. طيب الدكتور هترد عليكي. شكرا، تابعينا يا فندم. بصي اتفضلي يا حضرتك، اولا كريمات التفتيح والحاجات دي ممنوعه تماما انها تتحط الصبح. تمام. غير ان البشره الجافه لوحدها لازم بيبقى لها برنامج رعايه خاص جدا، زي ما قلنا دي من اصعب انواع البشرات في علاجها. حتى لو احتاجنا نعملها تقشير او كده، دي من اكتر البشرات اللي بتتعبنا وبنخاف عليها، لان بتبقى حساسيتها جامده جدا. تمام. فلازم البنوته دي لازم تحط كريم شمس قبل ما تنزل تتعرض للشمس، ويكون واقي مناسب لنوع جلدها. تمام. يكون كريمي اكتر، ما يبقاش فلويد. لازم لما تيجي تغسل وشها تغسله بغسول خاص. تمام. مش باي صابون عادي، الصابون هينشف لها وشها جدا. تمام. احنا نرجع للفيلر. نرجع تمام. ننزل الصوره يا شباب. عايزين الصوره بتاعت حضرتك كنت عامله الصوره للشفايف. ده فيلر للشفايف. مظبوط. هي ايه في نفس ده فيلر الجلسه تجميل ولا؟ لا بصي، الصوره اللي على الشمال دي قبل ما تتحقن. تمام. تمام. الصوره اللي على اليمين بعد ما اتحقنت باسبوعين. تمام. يعني هي اول ما بتتحقن بيبقى دي نفس النتيجه ولا بتبقى في لا تورمات طبعا بيبقى خفيفة؟ مختلفه شويه، بتبقى محمره شويه. وارد قوي ان اي شكه تعمل نقطه زرقاء، ده وارد جدا في شغلنا. تمام. بس طبعا بتبقى نقطه زي ما بنقول، مش بوكس. مؤلمه. الشفايف من اكتر المناطق المؤلمه في حقنها. طيب الحمد لله حضرتك صريحه قلت لنا. طب معانا صوره تانية برضو عن الفيلر. الفيلر ده الفيلر الجديد. الفيلر له انواع كتير قوي. حضرتك كنت عامله عليه عرض لسه؟ كنت العرض عاملة ساري ولا خلاص؟ انا العرض ده من زمان قوي. تمام. بصي حضرتك، الفيلر له انواع كتيره قوي. احدث حاجه فيه اللي هو الفيلر اللي بنقول عليه دلوقتي الخيطي ده.
تمام. ده فيلر شد، الغرض منه الشد مش النفخ. دي في نفس الجلسه ولا برضه طبعا بعديها لا، بفترة؟ بعدها بشهر. ده اللي على اليمين فرق بينها وبين الشمال شهر. طب هي بتبقى جلسه واحده ولا لا، هي عدد جلسات؟ بتتحقن الفيلر بالذات ما بيبانش مفعوله الا بعد مده، يعني احسن شكل ليه بيبقى بعد شهر. وبيبقى جلسه لو احتجت انا ان انا اديها فرصه، لو هتحتاج اكتر من حقنه انا دايما بفضل انها برضو ما نرجع من تاخدهمش. الصوره. اتفضلي. بفضل انها ما تاخدهمش مره واحده، يعني لو هتحتاج اكتر من حقنه ليا ليميت كده، حقنتين بالكتير قوي 3 في المره. اكتر من كده بفضل انها تبقى في الزياره الجايه، لانه لما الحقنه بتاخد شكلها بعد اسبوعين تبدا تتشكل وتفرد الوش، بتبتدي تشوفي انت ناقصك فين تاني اماكن تحقني فيها. طيب ازاي بقى يا دكتور اقدر احافظ على بشرتي من الترهلات؟ يعني ان انا ما يحصلش حاجه اللي انا اضطر ان انا احقن لها في مثلا فيلر او احقن اي يعني احنا سننا صغير وعاوزين والجلد حلو اوريدي. تمام. في حاجه يعني ممتازه اسمها الفيتامينات. انا بحب جدا الكريمات اللي تتحط بالليل بالذات تبقى كريمات بالفيتامينات اكتر من اي حاجه. تمام. احب اشتغل بالفيتامين سي، فيتامين اي، حسب سن البنت او الست اللي قدامي دي. لو هي سنها صغير لسه شاب، لسه بنت صغيره صبيه يعني، دي دايما حلو قوي معاها الفيتامين اي، لان ده دايما بيديها نضاره، صحه، تغذيه مناسبه لجلدها. ده تحطه بالليل. تمام. والصبح طبعا لازم فيه غسول وفيه كريم شمس، ده مفيش خلاف عليهم. طلعت مصيف، راحت مشوار هتتعرض فيه لشمس جامده، لميه بكلور لكده، لازم فيه برنامج رعايه خاص انا كنت عامله بيه فيديو قبل كده. لازم فيه كريم شمس قبل ما ننزل، لازم فيه كريمات ترطيب بعد ما نرجع من الشمس، لازم لنا سيستم كده. الفيتامين سي ده من اجمل الفيتامينات اللي ممكن تستخدم للتفتيح، وفي نفس الوقت تحسن الحبوب وبتدي تغذيه ونضاره للبشره، وحاجه حل سحري بصراحه للوش. كنت لسه هقول لحضرتك كلمه اخيره تنصحي بيها الساده المشاهدين، اكتر الشباب والبنات، الصن بلوك يكون للبنات بس ولا بنات وشباب سيدات؟ بنات وشباب طبعا، يعني الاثنين لازم ينزلوا. لازم، لانه احنا هو عنده جلد وهي عندها جلد. تمام. بل بالعكس، ده لعلمك دلوقتي في شباب كتير بيبقى وشهم برضو بيشتكوا من موضوع الحبوب والحفر والحاجات دي، لان من كتر ما بيلعبوا فيها بياخدوا حاجات علشان التمرينات بتاعتهم الرياضيه والحاجات دي، ده بيزود احيانا الحبوب. فبيحتاجوا انهم يعالجوها برضو. طيب انصحي بقى كلمه اخيره. تمام. للناس اللي شرفتك، يعني يعملوا ايه عشان يحافظوا زي انا كده ما نصحتيني ازاي احافظ يعني تديهم نصيحه هم ازاي يحافظوا هم كمان. هو اهم شيء بصراحه ان هي تتمسك بالصن بلوك. تمام. ده اساسي، لان من اكتر العوامل اللي بتضر البشره وتسمرها عندنا احنا هنا كشرقيين الشمس والجو الحر. على انها مفيده جدا طول ما انت حاطه الواقي اللي يحميكي من العوامل المضره بتاعتها. انما اتعرض لها مني لنفسي كده هيحصل التهابات في البشره الجافه، وهيحصل حبوب في البشره الدهنيه. الوقت عدى بسرعه جدا، وانا بشكرك على وجودك معايا. الله يخليكي، انا مبسوطه اكتر بوجودي معاكي بجد يا فايزه. ربنا يخليكي يا دكتور نوى. وصلنا لنهايه حلقتنا اعزائي المشاهدين، ما تنسوش تتابعوني على صفحه الفيسبوك كلام كتير. اي استفسارات ابعتوها لي، واستنوني كل يوم اثنين الساعه 4:30، والى اللقاء في الحلقه القادمه.